باكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تصبح الصورة الآن واضحة بالنسبة للثمانية الكبار في أوروبا هذا الموسم بتواجد الثلاثي الإسباني ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إلى جانب قطبي الكرة الألمانية بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، وأيضا بطل إيطاليا يوفنتوس، بطل إنجلترا ليستر سيتي، بالإضافة إلى متصدر الدوري الفرنسي حاليا فريق موناكو. نذكر بأن القرعة ستسحب يوم الجمعة وستكون أيضا منقولة حصريا عبر قنوات بين سبورتس وأيضا عبر بين سبورتس الإخبارية. كابتن محمد، ثلاثي إسباني تقريبا أصبحنا نشاهده وأيضا يتواجد في الأدوار المتقدمة، ثلاثي ريال مدريد، برشلونة، وأيضا أتلتيكو. للأمانة أقول أنه كانت هناك فرصة سانحة تاريخية بالنسبة للأندية الإسبانية بأن تزوج بأربعة فرق في الدور ربع النهائي، ولكن هذا الليستر الله يسامحه فعلها على حساب إشبيليا تحديدا. إشبيليا لو فعلها أيضا إشبيليا كان يمكن أن نقول إنجاز تاريخي للأندية الإسبانية. على كل حال الأندية الإسبانية لا تزال تضرب بقوة بالنسبة إلى اليوروبا ليج، لأنه كما نعلم إشبيليا 3 مرات توج بطلا للمسابقة في المواسم الثلاثة الأخيرة. بالنسبة لهذا الموسم أيضا 3 فرق في الربع نهائي الشامبيونز ليج، 3 فرق المعروفة باستمرار أتلتيكو، برشلونة، ريال مدريد، علما بأنه مباراتان نهائيتان في الموسم الماضي والموسم قبل 3 مواسم كانتا ما بين ريال مدريد وأتلتيكو. الآن يوفنتوس كالعادة يغرد لوحده خارج السرب بالنسبة للأندية الإيطالية. بالنسبة إلى موناكو يخوض ربع النهائي للمرة الثانية في مدى 3 مواسم، وأقول على أنه فريق خطير لدرجة كبيرة جدا خصوصا بالنسبة للشق الهجومي. الآن يبقى بايرن ميونخ ودورتموند. بالفعل إذا ما كان في قمة مستواه ورائق المزاج بايرن ميونخ يمكن أن يفعلها للأمانة. صحيح. أقول وتبقى عملية ليستر. الكل على ما يبدو يريد أن يواجه ليستر في الدورة المقبل بكل تأكيد، أن تواجه 15 الدوري الإنجليزي البريمير ليج. لن تواجه لا مانشستر سيتي ولا ليفربول ولا تشيلسي ولا اليونايتد وحتى توتنهام، يعني ليس بذلك العملاق. ولكن بالفعل شيء غريب جدا هذا الليستر أن يصل إلى الدور ربع النهائي وهو مهدد بالهبوط إلى الشامبيونشيب.